عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير. ان شاء الله النهاردة هنعمله حاجة حلوة اسمها حلويات ايطالي، وحاجة سهلة وسريعة جدا. زي ما انتم عارفين ان انا اساسا القناة بتاعتي بتهدف لحاجات سهلة جدا وبسيطة. يلا نبتدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم. معانا اول حاجة من البيت، يعني معانا معلقة زيت ومعلقة سكر ومعلقة مية موارد او معلقة مية وبيضة، ومعانا كوبايه من الدقيق. ماشي، خليكم معايا شوفوا هنعمله ايه حبايبي. ادي البيضه معانا اهي هنكسرها وهنربها. ماشي، ادي البيضه معانا. خلاص كده، بعد ما ضربنا البيضه اهي زي ما انتم شايفين، هنيجي عليها اهي برشه من الملح، برشه صغننه بس خالص كده، وهنروحوا ماسكينها بالشوكه بتاعتنا كده وهنضربوها. ماشي، وهروح نازلين عليها بمعلقه ميه المورد ومعلقه الزيت زي ما انتم شايفين كده اهو، معلقه الزيت. وبعد كده هنزود عليها بمعلقه السكر. ماشي، اهو زي ما انتم شايفين، هنضربوها. خلينا نضربوها كده اهي. وزي ما بقول لكم كده حاجه سهله وبسيطه جدا، والحاجات دي كلها موجوده فين؟ موجوده عندنا في المطبخ المصري. وبعد كده هنقوم نازلين عليها بالدقيق بتاعنا. خلاص، وطبعا هنروح عاملينها بايدينا، يعني مش لازم بقى لا بالشوكه ولا بالمضرب ولا باي حاجه. زي ما انتم شايفين اهو، هنلموا العجينه بتاعتنا اهي. ايه رايكم بقى؟ اهي العجينه بتاعتنا خلصت، والله العظيم ما هتكمل معاكم 3 دقايق العجينه اهي. ماشي اهي، نلموها بس اهي زي ما انتم شايفين. ماشي اهي، وهنروح حاطينها على الرخامه بتاعتنا اهي زي ما انتم شايفين كده اهي، وهنلموها كلها ببعضها اهو اهو. ايه رايكم؟ بسم الله ما شاء الله اهي اهي زي ما انتم شايفين اهو، لمينا العجينه كلها اهي. ماشي يا حبايبي. وبعد هتعملي ايه بقى معاها بعد كده؟ بعد ما عملنا العجينه بتاعتنا اهي زي ما انتم شايفين، هنروحوا مبططينها. ماشي، العجينه ديت حاجه سهله جدا. تاني هرجع واقول تاني المكونات بتاعتها ايه هي. مع المكونات بيضه، وبعد البيضه معلقه سكر، معلقه ميه موارد، ومعلقه زيت. وبعد كده هنبططوها ونروح مقطعينها زي ما انتم شايفين. زي ما انتم شايفين اهو، بنفردها بالسريع بتاعنا. انا عايزاها تبقى عجينه حلوه، يعني لا خفيفه ولا تقيله. ماشي اهو. واحنا كده لسه بنعملوها، رحت حاطه الزيت على النار. ماشي، لان احنا هنحمروها في الزيت. خلاص كده، هي بس كمان كده عايزينها يبقى سمكها حلو، لا هي رفيعه ولا هي تخينه. معايا يا حبايبي اهي. والحاجات زي ما قلنا الحاجات دي كلها متوفره عندنا فين؟ في البيت. هنروح جايبين السكينه بتاعتنا اهي زي ما انتم شايفين، وهنروحوا مقطعينها اهي كده. هنقطعها بالطول زي ما انتم شايفين، خلاص زي الصوابع. شايفين يا حبايبي؟ هقطعها كده بالطول زي ما انتم شايفين اهو. ادي كده قطعتها كلها زي ما انتم شايفين شرايح اهي. وهنروحوا حاطين الزيت على النار، وهنروحوا محمرينها، وهنشوفها تبقى شكلها حبايبي. زي ما انتم شايفين الزيت بتاعنا اهو حطيته على النار. هنشوفه كده قدح ولا لسه اهو. زي ما انتم شايفين اهو، خلاص هو بيقدح اهو. هنحطه بقى العجينه بتاعتنا في الزيت زي ما انتم شايفين كده
عشان ايه نحمروها. هرجع واقول تاني، دي اسمها حلويات ايطاليه وسهله، يعني بنعملوها في 5 دقايق. دي عباره عن ايه يا مها؟ دي عباره عن كوبايه دقيق وبيضه ومعلقه من الزيت ومعلقه من الميه موارد او ميه عاديه ومعلقه من السكر. لو ما لقيناش ميه موارد ممكن نعجنوها بالميه عادي، بس ميه الموارد دي عشان ايه؟ بتديها ريحه حلوه. ماشي اهي. وهنحطها ايه؟ ونقوم محمرنا في الزيت. ماشي. اهو زي ما انتم شايفين خلاص اهي احمرت. هنروح مطلعينها. ماشي زي ما انتم شايفين اهو طلعتها. ماشي يلا ايه نعمله بقى الطاسه التانية اهي زي ما انتم شايفين برضك اهو اهي. والله بسم الله ما شاء الله كوبايه دقيق وهترمي معانا طبق حلويات تحفه وجبار اهو زي ما انتم شايفين اهي. بسم الله ما شاء الله بتحمر والله ما بتاخد معانا 5 دقايق. هنقول بقى دي حلوه ال5 دقايق مثلا. دي بتعملوها لاولادكم هم قاعدين بيذاكروا وهم قاعدين سهرانين قدام التلفزيون. حاجات حلوه كده صغنونه وجميله ومقريشه بسم الله ما شاء الله عليها اهي زي ما انتم شايفين. زي ما انتم شايفين اهو دي الطاسه التانية اهي طلعتها. هنروح جايبين سكر بودره وهنروح ايه رشين عليها اهي زي ما انتم شايفين كده. ما هي دي اسمها حلويات. ماشي. وهروح جايبين ايه؟ هروح جايبين بردك الطاسه الاولانيه اهي هنحطها عليها زي ما انتم شايفين كده اهي. ونروح بردك ايه حاطين عليها سكر ايه؟ سكر بودر اهو زي ما انتم شايفين كده اهي. هي ديت الحلوى الايطاليه اللي هي ايه؟ بالسكر. ودي كانت قصه منوعات ماما مها النهارده ان شاء الله. واشوفكم فرصه جديده باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله.